هاخد مداخلة من الفنانة سماح أنور. أهلا بيكي. اهلا بيكي، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. يعني انا الحقيقه بس اولا اسمحوا لي اشكركم جدا 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 كمواطنه مصريه عاديه جدا على المجهود العظيم والمشرف واللي يعني حضرتك ولا طبعا الاستاذ العظيم الدكتور توفيق بيعمله. الله يخليك يا عشان يفهم الناس بس الفوله زي ما بيقولوا يعني. انت عارف انا تذكرت ايه دلوقتي يا استاذ سماح؟ ايوه، لما انت سبت ماتش البلياردو وخلعتي لانك كنت هتتغلبي، فاكر؟ ايوه ده كان من 15 سنه. صحيح. لا ما هو انا العب مع حضرتك هتغلب صح؟ لا ازاي لا ازاي لا ازاي. لا انا مش عارفه اشكرك ازاي، لان حضرتك يعني مشرفنا جدا جدا ورافع راسنا كمصريين في وش يعني ظلم بين واقع على مصر بقاله اكتر من سنه ونص. والحقيقه يعني المستعمر زي ما حضرتك بتقول كده يعني قال لك ما فيش محتل قدر على مصر، فالوحيد اللي يقدر عليها شعبها، فاحنا نضحك عليه عشان يوقعها. بس النهارده بمجهودك برضو ومجهود كل المصريين الشرفاء فعلا، يعني المستعمر دلوقتي قاعد يا عيني بيضرب اخماس في اسداس، لانه اكتشف انه فعلا شعب مصر كمان ما يضحكش عليه. ولا هيبيع مصر لما يكون فيها ايه وهي موتة ولا اكتر. يلا فيعني دي حاجة انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انا بشكرك جدا جدا. وبعدين بيني وبينك يا دكتور يعني ما يخافش من عسكر الا الحرامية. بالظبط كده، صح. فاللي على راسه بطحه بس هو اللي بيخاف من وكلمة العسكر دي مستوردة، وكلمة الفلوس دي مستوردة، وحتى كلمة الوطن العربي اتشالت وبقت الشرق الاوسط تمهيدا للشرق الاوسط الكبير زي ما حضرتك قلت. وانا يعني تلمستك في ده، انا من 2007 برضو بذاكر من الخواجه نفسه على الانترنت ببلاش، ديفيد ايك واليكس جونز وكلهم بيقولوا اللي بيحصل بالتواريخ. حتى ابني لما حصلت ثوره يناير قال لي انت كنت عارفه التاريخ منين؟ فربنا يستر. وفعلا احنا دلوقتي في ساعه الصفر وفي العد التنازلي، ويا نلحق بلدنا ما نلحقهاش. بس الحمد لله المصريين جدعان قوي وشطار قوي ومشرفين قوي، وان شاء الله ان شاء الله يعني نتوج برئيسنا القادم المشرف لبلدنا ولينا، وينزح من علينا الغمه ان شاء الله كلنا. والله يا استاذ سماح انا بستغل هذا الحديث وعايز اقول لحضرتك ان الفن والثقافه وصناعه الثقافه ستتحمل عبئا كبيرا خلال المستقبل، لأن زي ما حضرتك عارفة أن الدراما سواء كانت السينمائية أو المسلسلات بتتحمل صياغة وجدان الشعب. فالحقيقة احنا في الفترة اللي فاتت الدراما عندنا لم تكن على نفس أهمية مصر وتاريخها وشعبها، وحدث فيها انفلات يعني. وأنا أعلم أنك ابنة واحد من أعظم كتاب مصر، وأعلم أنك أيضا لك هواية الكتابة، فأتمنى أن يكون هناك مسلسلات وأفلام زي ما الأمريكان بيعملوا بالظبط لتكوين وجدان الشعب ودفعه للبناء والتنمية وإيجاد قضية هي مصر وبنائها وتنميتها. صحيح ان شاء الله يا رب، يعني يسمع بقك ربنا. بس برضو ده مش هيتوفر قوي الا اذا كان القائمين على ظهور هذه المسلسلات او الافلام او اي منتجات فنية بشكل او باخر يكونوا هم كمان بعداء كل البعد او بعيدين كل البعد عن العمالة وعن التوجيه السلبي للوعي المصري. نعم. يعني الفنانة سماح أنور، انا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة، شكرا جزيلا.